اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة لين بنت العرب، ربنا يا رب يرحمها ويجعلها طير من طيور الجنة. يا ترى الطفلة لين آخر 3 ساعات في حياتها قضتهم إزاي؟ كل التفاصيل يا سادة هنوضحها لحضراتكم من خلال الفيديو. فضلا منكم يا أكابر يا ريت لايك للفيديو عشان الكل يعرف قد إيه الجرم اللي عملوه أهل لين فيها، قد إيه البنت اتعذبت في آخر 3 4 ساعات في حياتها. فضلا منكم يا أكابر يا ريت لايك للفيديو. محتاجين دعم حضراتكم جدا في هذه اللحظات الحرجة. بعد قليل هتنتهي الجلسة، وبإذن الله عشمانين إن يكون في أحكام رادعة ضد الجناه اللي مفيش في قلوبهم أي رحمة، اللي موتوا البنت بدم بارد، اللي سكتوا على عذاب البنت. نتمنى كمان مرور حضراتكم الكريم على قناتنا أخبار اليوم مع أبو وليد. نتمنى تشريف حضراتكم واشتراككم في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين وأكابر اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية خاصة من قناتنا المتواضعة. تشريف حضراتكم لينا شرف لينا والله. يا ريت يا فاضل لايك للفيديو. يا ترى البنت لين بنت العرب بنت لبنان الشقيق ازاي وصفوا آخر 3 4 ساعات في حياتها؟ الكل يعلم ان البنت كانت بتتعذب على مدار 3 أيام قبل وفاتها، من يوم وقفة عيد الأضحى، اليوم اللي كان فيه أكتر تعدي وحش عليها، اليوم اللي قلنا إن الجناه عملوا عليها حفلة نفس اليوم ده، ويوم العيد، وتاني يوم اللي توفت فيه. يعني حوالي 3 أيام. البنت كانوا أصعب 3 أيام في حياة إيه دي، يعني ما كملتش 6 سنين، يعني كل حياتها عذاب. وبرضه أنا ما زلت بقول إن الأب يسأل إن هو ودى البنت، عشان بس يكون كلامنا واضح. الأب اللي طالع وبيناشد الجميع هو أيضا لابد إنه يسأل. أنت كنت عارف إن الناس دي كده، وديت بنتك عندهم ليه؟ آخر 3 ساعات في حياة البنت كانت بتتقيأ دماء، عافانا الله وإياكم، من كتر العذاب اللي هي شافته. آخر 4 أيام البنت لا كانت لا بتاكل ولا بتشرب. ناس هتقول لي ليه؟ كتر خوفها من اللي بيحصل لها عمل عندها حالة نفسية منعتها عن ممارسة أي نوع من أنواع الحياة. لا عايزة تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تروح حمام ولا تختلط بأي حد. ليه يا سادة بنقول كده؟ أقرب الناس ليها هي اللي شافت منهم أصعب لحظات في حياتها، فتقال إن هي فعلا في آخر أيام ما كانتش بتاكل ولا بتشرب، وكانت بتكون حريصة كل الحرص إنها تكون متواجدة مع حد من السيدات اللي في المنزل. لكن للأسف السيدات بنفسهم اللي كانوا بيسلموها للجناه. ده اتقال كتير على صفحات السوشيال ميديا، واتقال إن هم فعلا كانوا على دراية بكل اللي بيحصل للبنت. وأكبر دليل النظرة اللي البنت بتنظر لكل من حولها بيها. البنت نظرتها بتستغيث، عايزة يعني أي حد تقول له حوشني من الجو اللي أنا فيه ده. طيب في ناس بتقول هم ليه الجيران ما تدخلوش؟ لسببين. السبب الأول إنهم كانوا بيكمموا فم البنت وهم بيتعدوا عليها. السبب التاني خوف الجيران. ما احنا قلنا إن الأهل دول يعني ذوي سلطة، الناس دي نفوذها جامدة، الناس دي بالمعنى البلدي كده مفترية، عصبجية، بلطجية، تحت أي مسمى. أنا مش بدينهم، لكن ده اتقال كتير جدا على صفحات السوشيال ميديا، واتقال من ناس قريبين من المكان. فعلا الناس دي أهل سطو، الناس دي بيستغلوا قوتهم في إنهم يعذبوا اللي أضعف منهم، كبار أو صغار. واتقال كمان إن الخال عنده ميول شهوانية، إن هو عنده مرض معاشرة الأطفال الصغيرين، أولاد كانوا أو بنات مش هتفرق معاه، لأن هو مريض بالمرض ده رغم إنه متزوج. وداتا الموبايل كشفت القصة دي، كشفت. وأنا بستغرب لشيء كمان، لما أنت ربنا ابتلاك بحاجة زي كده ليه بتخلي صور تدينك؟ يعني أنا بستغرب هو ليه الجاني دايما بيخلي صور تدينه؟ عارفين ليه يا سادة؟ عشان ربنا عايز يكشفه، أراد إنه يكشفه. إرادة المولى جل وعلا أمرت بكشف ستره. خدوا بال حضراتكم لما بنقول في صور على موبايله لأولاد وبنات، يعني ربنا سترك مرة والتانية والتالتة والرابعة، وستر ربنا كبير جدا وكتير جدا، لكن في لحظة بيكشف عنك الستر لدرجة إنه فضحك مع أقرب الناس ليك. ما فضحكش مع حد غريب، فضحك مع عرضك مع لحمك. اللي يخليك تعمل كده مع بنت أختك سهل جدا تعمل مع بنتك كده. وأنا عشان كده بقول يا سادة، إذا كان الجد متعارض فمن السهل إنه يعمل مع أي حد كده. ما حدش يقول لي ليه بتقول كده، مع بنته، مع مرات ابنه، مع أخته، مع أي حد. لأن اللي فيه القذارة والسفالة دي بيكون أعمى، ما بيشوفش مين دي. المهم إن هو يمتع نفسه ويتمتع وخلاص. وهي مش متعة، ده هي عذاب، يعني هي لحظات وهيخلد في النار بسببها.
تاني بقول احنا مش ضد اي حد ولا بندين الخال ولا الجد، احنا بنقول المدام في القضية هو اللي احنا كلامنا عليه، عشان ما حدش يقول لك انت واخد موقف عدائي ليه. لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، والجلسة على فكرة شغالة لسه ما انتهتش، لغاية اللحظة دي الاوراق بتقول ان الجد والخال هم المدانين فعليا، وان الام والخالة والجدة من ناحية الام هم اللي تستروا على الجرم. فاحنا مش ضدهم، لكن احنا بنبين لحضراتكم وما وصلت اليه التحقيقات. من شويه لسه في بعض الناس بتقول ان الجلسه انتهت وان في بعض الاحكام. لسه يا ساده ما فيش اي شيء، وحضراتكم عارفين ان احنا قنواتنا بفضل المولى جل وعلا من القنوات الصادقه. اول ما تنتهي الجلسه هنوافي حضراتكم زي كل مره، وهنشوف اذا كان في تقارير من المحاميين. انا بس اللي رفع ضغط وغصني يعني شويه المحاميه اللي طالعه بتقول ان البنت ماتت وحديها، وبتنفي كمان بتقول لك كان في نزيف داخلي ولا خارجي. انا عايز الطبيب هو اللي يعاقب المحاميه دي، يطلع بشهادته، شهاده نفي لكلامها واثبات للي احنا بنقوله، عشان المحاميه دي لابد انها تتعاقب بتهمه تضليل العداله. حضرتك طالع عليه على الراي العام وتقولي ما كانش فيه. يعني ايه ما كانش فيه نزيف داخلي او خارجي؟ اذا كان كل التقارير بتقول ان البنت توفت نتيجة التعدي الجنسي عليها المتكرر من 16 ل 20 مرة، مما اسفر عن جروح قطعية ادت الى نزيف لمدة 3 ايام، واخر مرة لمدة 3 ساعات متواصلة، وده السبب الرئيسي في موتها. ازاي حضرتك طالع على الراي العام تقولي كل الكلام ده ليس عليه اي اساس من الصحة؟ انا بناشد القضاء اللبناني النزيه ان هو يحاسب المحامية دي على تضليلها. ما ينفعش كده يا سادة. مش كل محامي ما عندوش ضمير عشان فلوس او شهرة ينجي الجاني، مش هينفع ابدا. طول ما في ناس بتقف وتدافع عن الجاني طول ما الجريمة هتكتر. وعلى فكرة بترصد يوميا الاخبار دي اكتر من 15 حالة تعدي على اطفال، وفي اخر 6 شهور اكتر من يعني يمكن الاف الحالات تعدي على اطفال، منهم الظاهر اللي بيطلع على الساحة، ومنهم اللي مش ظاهر بيستتر وبيروح مع الايام. وانا قلت لحضراتكم لولا شجاعة الطبيب ولولا شجاعة السيد عمر طالب كانت القضية دي ما طلعتش ولا كنا سمعنا عنها اي شيء. زيها زي مئات البنات ومئات الاولاد. اوعى تفتكروا ان لين ده اول واحدة، لا والله يا سادة، ده اكيد في مئات قبليها، لكن ربنا جل وعلا اراد انه يكشف ستر الناس دي وهم واللي زيهم بقضية لين. عشان كده بنطالب من حضراتكم دايما ساعدونا، اقفوا معانا بوضع لايك، صوتنا يوصل وصوت حضراتكم يوصل، والصوت يعلى ويعلى لغاية ما يخترق اسماعهم، لغاية ما يعرفوا ان في ناس هتدافع عن كل مظلوم، لغاية ما يعرفوا ان في ناس مش هتسكت ابدا عن اللي بيحصل في لين واللي زي لين. الله يرحم لين يا رب ويجعلها طير من طيور الجنة. بناشدكم يا افاضل يا محترمين اليوتيوب لايك للفيديو عشان يوصل صوتنا لاكبر عدد ممكن. بناشد حضراتكم كمان وده شرف ليا مرور حضراتكم الكريم على قناتنا اخبار اليوم مع ابو وليد، شرف ليا الانضمام ليها. شكرا لكم يا اكابر. ان شاء الله رب العالمين مع نهاية الجلسة نوافي حضراتكم بكل ما هو جديد. شكرا لكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.